السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش احسن من البخور في البيت طبعا، وخصوصا لو انت اللي عاملاه بايديك ومكونات كلها في البيت عندك. تحفة، مش عاوزة اقول لكم على الريح، ويا سلام عليه بقى يوم الجمعة وقت الصلاة. حلو اوي، جربوه. يلا معانا نشوف المكونات. هتجيبي اول حاجة طبق فاضي، وهتضيفي عليه ربع كوباية من القرفة المطحونة، ولو عندك مطحونة جاهزة عادي اشتغلي بيها. بعد كده هتجيبي كام فص من المستكة، وده اختياري مش اجباري. المستكة حلوة قوي مع البخور، بتمنع الطاقة السلبية. وهتضيفيه للمكونات وتخلطيه كده زي ما انت شايفة. وبعدين هتجيبي كام عود من القرنفل زي ما انت شايفة كده، وبرضه هتخلطيه للمكونات. القرنفل حلو قوي، بيساعد على البخور انه بيدي ريحة حلوة قوي مع الخليط. وعلشان نخلط الخليط مع بعضه هتجيبي يا اما ماء ورد، يا اما هتجيبي زيت الجونسون بتاع الاطفال عشان تخلطي بيه المكونات. وانا فضلت ان انا اجيب زيت الجونسون، حلو جدا، بيدي ريحه حلوه قوي ولمعان للخليط. هبتدي اخلط بيه كده المكونات بتاعتي. وصفه حلوه قوي، هتغنيكي انك تشتري من بره، وكمان مكونات عندك في البيت ومضمونه. ده الخليط بعد ما خلطته، وده بقى بعد ما كان بقى جاهز. هتجيبي بقى ايه، فنجان صغير من عندك، وهتبتدي تضيفي فيه الخليط. هتجيبي دبارة زي ما انا عاملة كده او فتلة، وتغرزيها جوه الخليط علشان تقدري من خلالها تولعي البخور زي ما انتوا شايفين كده. وصفة حلوة قوي، جربوها مش هتندموا. وبعدين هبتدي بقى ايه، اولع معاكم البخور عشان تشوفوه. دي الدبارة زي ما انتوا شايفين كده. عايزين بقى تطولوها تقصروها زي ما انتوا عايزين. وصفة حلوة ومخدتش معايا وقت، والمكونات كلها موجودة عندي في البيت. وده البخور بعد ما خلصته، حلو قوي، ومش عايزة اقول لكم الريحة بتاعته قلبة البيت. جربوه، حلو قوي. كل اللي هيجي عندكم هيتجنن من ريحته. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.